المهم بلات كيف قلت لكم، داز هذاك الشيء كلشي مزيان، طيبنا قادينا الدار صافي كلشي في امان الله. وصاحبتي اللي كانت كتغوت راه ما تخلعوش، كانت كتغوت يخرج لها واحد السراق الزيت كبير، هذاك الشيء علاش. المهم صافي انا ما نكذبش عليكم، انا البنات كنت عييت وتكرفصت بزاف وطحطحت بزاف. قلت لاختي انا غناخذ ليا الكونجي واحد يومين ولا 3 ايام نرتاح فيها، والرحم الله اختي نكملوا عاوتاني نمشيو اختي نديو شويه في قرايتنا ولا كان عندنا شي وقيت كيف العاده وصافي. قالت لي دبري لراسك، وبيني وبينكم حنان ولفات الصرف. حنان ميمكنش يجي شي عرض ديال انها تمشي دير ميناج او لا طيب وترفض كلها. دخلت لها الحرفه وعرفات شنو كدير وتبارك الله ما نخافش عليها. المهم ما نكذبش لكم، انا بغيت نخوي راسي من هذاك الشيء، لا من ميناج لا من كل شيء. نوضي يا سوريه، سيري يا سوريا للحمام وسيري للصالون واكتيفي الجمال واللي تشهوى مني. قديت حوايجباتي، قديت وجهي، درت نيطواياج لوجهي، عطيت اختي الفوليوم لوجهي، صبغت شعري، صيبته، وليت شهوه مني ما شاء الله. وانا راني زوينه، راني ماشي خايبه البنات، راني زوينه. المهم هذاك النهار قلت غنخرج بوحديتي. اصلا انا ما كنعرف حتى شي واحد، ما مصاحبه مع حتى شي واحد، ما عندي علاقه مع حتى شي واحد، عندي علاقه مع راسي ومع الكراطه ومع الجفاف ومع الكوزينه، مع المعالق والفراشات والطباصل والكوكوط والجميله. هذاك الشيء كامل ما كيدخلش ليا راسي وما منوش يا البنات. لكن شي معقول مرحبا، ما كاينش شي معقول اخويا اش غادي ندير بك، واش غادي نقجدر بك. المهم الحاصل وما فيه، اكتيفيت الجمال، لبست واحد البيسا كلاس، درت فرت وانا نمشي لواحد القهوه. جلست في امان الله ويجيني واحد التليفون، كنقول يا ربي ما يكونش ميناج وما يكونش شي طياب. السلام السلام ويا اختي، عافاك اختي بغيتك تجي عندي. اختي راه عندي واحد عندي جوج ديال البيروات هكا تخميلات خفيفه خفيفه. راه عرفتي اختي قال لي كاين الزوج داكشي، قلت لي عارفه داكشي. قلت لي ولكن اخويا انا راني عطله، راني خويا عطيني من بعد. قال لي والو اختي راني واقف عليك الله يعطيك الستر، راني مبا واحد 15 مينوت، راه غير ميناج خفيف، راه كاين برودوي وكاين هادي وهادي وهادي. قلت له خويا انا مازالش لي غون ديالي. قال لي كاينين، ناخذ لي كليكات غير اجي. وانا نقول لي واخا خويا خليني نفكر. قال لي عافاك فكري ورد عليا. وقال لي وحتى الثمن الصراحه راه زوين وعجبني، والقضيه فيها في المجموع نص ساعه او لا ساعه الا ربع بالكثير. قطعت معاه كملت قهوتي، كنقول نمشي ما نمشيش يا ويلي يا سوريا، وانتي تاكتيفيتي الجمال عاد باغا تمشي تضربي التماره. شي كنقول مع راسي لا راه مكاين لا تماره لا والو، راه غير ميناج خفيف، راه غير جوج بيروات يعني ما غنوحلش فيهم. المهم بقيت نخمم وانا نصوني لصاحبتي. قلت لها حنان عتقي راه كاين وكاين، وكتضحك عليا. وقالت لي شفتي يلا وقادي الضفران وصوبي الشعر، والله حتى قالت لي مزيانه فيك. وصلي قالت لي قلبي على قوتك اليومي، تقولي لي انا الحقه والواد مصوبه شعري ومش صوبه ضفراني. المهم صافي قلت نوضي يا سوريا، تحزمي ورزمي، صافي نوضي، جاك رزقك يعني ما تقوليش لا. مشيت البنات، مشيت عند سياد صافي ديال الكوليزاسيون، مشيت لعندو. المهم هي لوكاسيون ديال الطوموبيلات ما شاء الله. وقال لي جوج بيروات، واش عرفتوا البنات كل بيرو شحال فيه؟ كل بيرو فيه شي 10 متر ولا 12 متر، بيروات كبار البنات. ولكن بيني وبينكم الصراحه ما كانتش حاجه بزاف. قال لي ها انت شوفي غير الزاج والارض، ما عندك شي تماره كبيره، عندك شي حاجه. ايه واش غنقول لكم، هادشي قالوا لي في التليفون. اما ملي وصلت حطتني الطاكسي، لقيت واقف في الباب. السلام عليكم اسيدي. السلام. نعم اختي كنمشي ما نقضيو. قال لي راه دابا حنايا دابا عندي واحد الحصه ديال غادي نقيو داكشي، رجعي عندي ابري واحد الساعه. قلت له خويا راك انت اللي صونيتي ليا، راه انا جيت ندير الميناج. اقسم بالله يا البنات الا هز راه ملي شافني قلت له انا جايه ندير الميناج والسيد داخ وطيحته على قرنو. قال لي قلت له خويا انت عيطتي ليا دابا قلت لي كتشوفني بحال هكا. راه خويا انا كنت دايره بانني ما غنخدمش، ولكن انت ملي طلبتيني انا جيت لعندك. قال لي دخلت عليك بالله انت اللي دويت معاك. قلت له قال لي اختي راه انت ماشي ديال الميناج، انت اختي راه ديال شي دار زوينه وتجلسي في الدار ويا لاله وتعيشي كي الاميره. قلت له شوف ما تصدع لي راسي انا بهاد الهضره، عطيني اخويا.
الحاصل وما فيك لي شوف كاين شي ما نقديو. قلت لي خويا والله حتى باغا غير نرتاح اليوم. قال لي اختي انتي ديري الميناج عندي. قلت له والله حتى كندير الميناج وريتو تصاور وريتو. قلت له عافاك عتقني غير بالليكات وجيب لي البرودوي باش كتخدم وخليني. قال لي شوفي والله الا لا ما غتحطي يدك في هذا الشيء. واش انت حمقى؟ قال لي واش شايفه وجهك في المرايه ولا ما كتشوفيهش؟ قلت لي اه شايفه وجهي. قال لي راكي ما شاء الله كيفاش ديري انت الميناج؟ قلت له سيدي الله يرحم لك الوالدين ما تبقاش شاد فيا وهداك التعناب ديالك وهديك مطلعها عليا. قال لي اختي ما مطلع عليك ما مهبط عليك، انا راه كنقول لك الصراحه. واجي بعدا قال لي دخلي بعدا البيرو. دخلت البيرو ايوا دوموندا ليا واحد جي دورانج يا البنات. الصراحه انا راه شفتو راني دبت. اش منكم يا جمال، واش منكم يا ريحه داير، واش منكم يا طوله والجريده واللحيه مطراسيه. هذاك هو تقول لي هذا هو اللي كنقلب عليه. قال لي شوفي الله يعطيك الستر ما دير عندي حتى شي حاجه. قلت له دابا منوضني انا من القهوه مخربق ليا نهاري وقلت لي وجبتيني حتى لهنا وكتقولي لا انت راكي تعيشي اميره. قال لي شوفي راه ما كنكذب عليك ما كان جاملك ما حتى شي حاجه. واش كعرفي شي وحده اخرى دير الميناج؟ قلت له عافاك الله يعطيك الستر انا دوك الفلوس محتاجاهم. قال لي لا لا نعطيك فلوس ما ديري. قلت له لا 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 كيفاش تعطيني فلوس ما ندير والو ها انت قلت لي غادي تجبدني. قال لي لا شوفي قلت له زعما راكي كسباني كلاص ولا لابسه الكلاص وغدي قال لي غتبداي تشرملي عليا. قلت له شوف انا بغيتي نتشرمل عليك نتشرمل عليك، بغيتي نهضر معاك كلاص نهضر معاك كلاص. قلت لي انا دايره بحال البوه اللي فيها 7 الالوان. قال لي لا اختي بقاي غير في لون واحد. راه البنات كنعاود لكم الحوار كيف داز بالتفصيل الممل. قلت له عافاك غير خليني. قال لي شوفي انا غندير لك خاطرك. قلت له انا ما غناخذش من عندك فلوس ما عادي الا درت انا ندير لك ميناج عطيني فلوس. ما غنديرش لك ميناج راه السنتيم ما غنشدوش من عندك. ما خوياش كتجيني خويا با صاحبي خطيبي راجلي باش غناخذ من عندك فلوس. والسيد كيضحك يضحك يضحك. البنت قال لي والله حتى جيتي فرجتي عليا راني هاز هموم الدنيا وما فيها. المهم البنات دار لي خاطري جاب لي الليكات جداد شمرت على راسي نقيت هذاك مسحت هذاك الزاج جففت هذوك البيروات بزوج. واخا هو قال لي لا بغيتك ديري حتى شي حاجه راكي عجبتيني وراه الصراحه. قلت له ايه تقول لي عجبتيني ما عجبتيني انا راني كنقرا. قال لي زيديني صدمه اخرى تقول لي كنقرا. قلت له الله حتى كنقرا. قلت لي كنقرا في الكليه. قال لي تبارك الله ما شاء الله. ويضحك واحد الضحكه عريضه ويقول لي شي انتي ما غنخليك لا تقراي لا تخدمي. قلت له كيفاش؟ قال لي ما غتقراي ما غتخدمي. قال لي لا بغيت ندير معاك المزيان غنخليك تكملي هذا العام في القرايه. قال لي انتي غنتزوج بيك. قلت له يا البنات دبت ما نكذبش عليكم رجليا مابقاوش هازيني فوق الارض. انا اصلا عاجبني وعجبني واحد الانسان اللي انيق ولا كلاس الكلاس. عرفتو فرحت وفي نفس الوقت ما بغيتش نبين. كيفاش تزوج بيا خويا انا ما كنفكرش في الزواج وحتى لا فكرت غنفكر ناخذ شي واحد يعني هكا يكون اجي شويه ماشي يكونش قدي. قال لي كيفاش قدك؟ قال لي انا عندي 30 سنه. عرفتوا البنات ما نكذبش عليكم انا بعدا دوبني ما نكذبش عليكم دوبني واحد ذوبان سريع. المهم عطاني الامانه ديالي ويقول لي عافاك الا كان ممكن نتواصل معاك. قلت لي ما كاين حتى شي مشكل سيدي غير تواصل معايا. ومشيت يا البنات منها مديه فلوس ومنها انني تعرفت على واحد الانسان اللي عرفتي بقات لي في دماغي البنات ديك ديال انت ما غتخليك لا تقراي لا تخدمي انت غادي نتزوج بيك. مشيت للدار ومع وصلت للدار يا البنات وصلت داخله للدار اصلا مغيبه كتقول لي ماما سوريه مالك. وانا راه بحال مصدومه البنات راه بحال في فيلم تركي. انا راه ما يمكنش هادشي يوقع ليا انا راه لا يمكن. المهم بدلت عليا مشيت لبلاصتي لقيتو مصيفط ليا اكتيفيت الويفي لقيتو مصيفط ليا عرام ديال الميساجات. صراحه راكي عجبتيني وراه ما لقاش احسن منك وما شاء الله كتقراي وكديباني هكا وخدامه بالحلال وهادي. شوفي بنت الناس انا غنجيك من الاخير انا بنت الناس عجباني انا راكي عجبتيني انا صافي انا انتي يا نديك يا ما غيديك حتى شي واحد
وفرحت البنات بزاف. وعاودت لصاحبتي وفرحات وقلتها لماما، قالت يا ماما الا كان ناوي المعقوله بنتي؟ قلت لها ماما قرايتي. قالت يا ايوا صافي انت قراي شنو ديري؟ ما عندك ما ديري بديك القرايه، من الاحسن تستري